أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأي. وفد عسكري تركي يتفقد قواعد عسكرية سورية سابقة ومقرات عسكرية سورية سابقة في عدد من الولايات منها حلب وحماة. المصادر الإعلامية تتحدث عن أن هذه الجولة تأتي من أجل إنشاء قواعد عسكرية تركية في هذه الولايات في خضم تعاون عسكري مشترك مكثف في هذه الفترة بين الجيشين التركي والسوري في خضم تحديات كبيرة تواجه دمشق، أبرزها تنظيم قسد الإرهابي، وهذا الملف الشائك والهام في ظل وجود هذا التنظيم الذي يمثل تهديدا حقيقيا قويا لدمشق وأنقرة. مؤخرا في ريف القمشلي هذا التنظيم يقوم باعتقال عدد من الشبان وجدوا صور الرئيس السوري أحمد الشرع على جوالاتهم أو موبايلاتهم. نتحدث عن أن هذا التنظيم يحمل عداء صارخا وكبيرا تجاه الدولة السورية والدولة التركية، وبالتالي هناك هدف مشترك لكل من السوريين والأتراك على إنهاء وجود هذا التنظيم. لذلك نحن أمام مرحلة فارقة وهامة، خاصة في ظل أن أفعال هذا التنظيم تشجع قوى أخرى على الانفصال، على تفتيت البلاد، على غرار بعض قادة الدروز تحت قيادة حكمة الهجري، وهذه المطالبات بالانفصال عن الدولة السورية وبالتالي إضعافها وتنفيذ المخططات الصهيونية. طيب مشاهدينا الكرام، دعوني أرحب الآن بالسيد فواز المفلح مدير المنبر الإعلامي والسياسي الحسكة، والذي ينضم إلينا الآن عبر تطبيق الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك سيد فواز. الله يبارك فيكم يا رب. بداية، كيف ترى قيام وفد عسكري تركي بزيارة عدد من القواعد العسكرية السورية السابقة في بعض الولايات؟ أستاذ فواز، هستأذن حضرتك لو تفتح المايك من عندك في التطبيق لأن الصوت لا يصل لنا. السلام عليكم السادة المشاهدين. أستاذ علاء حياكم الله. طبعا التعاون العسكري السوري التركي بدأ منذ بداية الثورة، وكان لتركيا دور بارز في احتضان الثوار وتقديم العون لهم، وثم توج بإعداء انتصار الثورة بإقامة علاقات عسكرية وأمنية مباشرة بين الحكومة السورية وبين الحكومة التركية وأجهزة البلدين الأمنية والعسكرية، ولم تتوقع الزيارات وتبادل الخبرات بين الجانبين، وآخرها كان وصول أعداد كبيرة من ضباط الجيش العربي السوري الجديد إلى تركيا من أجل تلقي دورات وأيضا تعلم الكثير من الخبرات التي يمتلكها الجيش التركي. والجيش التركي معروف أنه جيش عريق، يعني عمره يمتد لأكثر من مئات السنين، وهو استمرار للدولة للجيش العثماني، وإن كان بطرق جديدة وآليات حديثة. والآن هو يعتبر في عداد الجيوش المتقدمة جدا، وخصوصا على مستوى الناتو، إذ يعتبر القوة البشرية الثانية في الناتو، بالإضافة إلى أنه القوة ربما الثالثة أو الرابعة من حيث القوة العسكرية والتقنية والتي يمتلكها هذا الجيش في السنوات الأخيرة تحديدا. لذلك نحن بحاجة للتعاون بين الجيش العربي السوري والجيش التركي من أجل الاستفادة من الآليات والخبرات الحديثة التي يمتلكها الجيش التركي، وبالإضافة من أجل عمليات التدريب والإمداد اللوجستي للجيش العربي السوري بين البلدين. القيام أيضا وفد عسكري تركي بزيارة عدد من القواعد التركية في سوريا، هذا يدل على أن هناك اتفاق أيضا سيجمع بين سوريا وتركيا، وربما سيحتاج فقط إلى توقيع الرئيس أحمد الشرع والرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الاتفاق، وهذا يؤدي إلى تقوية الجيش العربي السوري، وكذلك توجيد إيجاد مناطق وقواعد عسكرية داخل سوريا بإمكان الجيش العربي السوري أن يستفيد من خلالها من الجيش التركي من خلال التدريب
تبادل الخبرات وتبادل أيضا المعلومات، وأيضا التدريب على الأسلحة المتطورة التي يمتلكها الجيش التركي والتي بات الجيش السوري يمتلكها أيضا عن طريق تركيا. سيد فواز، يعلق المحللون قائلين بأننا أمام بداية لاندماج حقيقي بين الجيشين التركي والسوري في خضم وجود وحدات من الجيش السوري في سكنات عسكرية تركية من أجل تلقي التدريبات المكثفة. بماذا تعلق؟ طبعا أنا ذكرت في جوابي الأول بأن هناك وجود أعداد كبيرة من قوات الجيش العربي السوري، وخصوصا من فئة الضباط والذين الآن باتوا في القواعد العسكرية التركية يتلقون التدريبات والخبرات العسكرية من قبل الجيش التركي. هذا يعني أن الجيش العربي السوري يمشي باتجاه الصحيح، ويمشي باتجاه امتلاك الخبرة العسكرية اللازمة في التعامل مع الوقائع على الأرض، وأيضا بات يمشي في طريق امتلاك أسلحة نوعية جديدة موجودة لدى الجيش التركي، وستكون تحت تصرف وتحت الاستخدام في الجيش العربي السوري، مما يؤدي إلى مواجهات عسكرية متطورة جدا يقودها الجيش العربي السوري في المستقبل وفي قادم الأيام للقضاء على بعض التحركات الانفصالية والعناصر الإرهابية التي تحاول أن تعيث فسادا في الأرض السورية، سواء متمردين حكمة الهجري والفلول والخارجين على القانون الذين يحتمون بالحكمة الهجر الآن في السويداء، أو من خلال عملية مرتقبة جدا في شرق الفرات في المناطق لتحرير مناطق الجزيرة العربية السورية المحتلة. العمليات أصبحت هناك تدريب جدي، هناك عمليات تعاون عسكري كبير بين الجيش العربي السوري والجيش العربي التركي. كل هذا سيكون لصالح الجيشين وأيضا لصالح الأمن القومي في البلدين، ومن أجل ترسيخ أمن الحدود بين البلدين. وهذا تعاون كبير أيضا كما قلت لك، ربما تحتاج فقط أنه في أيام قليلة وسيكون هذا التعاون موثقا وفق اتفاقية أمنية وعسكرية سيتم توقيعها بين رئيسي البلدين إن شاء الله، من أجل ترسيخ هذا العمل ومن أجل أن تكون سوريا قوية ومحصنة. وأيضا سيكون هناك بعد أمني قومي للأمن القومي التركي داخل الأراضي السورية من أجل ملاحقة فلول حزب العمال الكردستاني والإرهابيين الذين رفضوا تسليم السلاح ودخلوا من قنديل إلى الجزيرة العربية السورية، واعتبروها بأنها مناطق وقواعد انطلاق لهم لتهديد الأمن القومي التركي مستقبلا. طب برأيك سيد فواز، فيما يتعلق بملف تنظيم قسد، لأن هناك هدف مشترك للسوريين والأتراك في إنهاء هذا الملف، هل برأيك يتم حسم هذا الملف قبل نهاية العام الجاري أم يتم تأجيله لوقت آخر وأجل غير مسمى؟ من خلال التسريبات الكثيرة التي تصل، ومن خلال تسريبات لوزير الدفاع العراقي وكذلك لكثير من المسؤولين الأمريكيين الآن، تسريبات عن هناك ستكون قاعدة أمريكية متطورة في سوريا، وربما ستكون بالقرب من دمشق أو جنوب دمشق، أو ربما سيتم ترسيخ قاعدة تنب بشكل رسمي لمحاربة الإرهاب، خصوصا وأن السيد الرئيس أحمد الشرع سيكون في واشنطن يوم 10 الشهر الاثنين القادم، وسيلتقي الرئيس ترامب وسيوقع على التعاون مع التحالف الدولي، وستكون سوريا أحد أعضاء التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب. هذا يعني بسط سحب البساط من تحت تنظيم البويدي الإرهابي، وكذلك سحب البساط من تحت ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها زعماء حزب العمال الكردستاني المتواجدين في قنديل. يعني أن المعركة ربما لن تنتظر حتى 26/12، وربما ستكون متقدمة جدا. وكما قلت لك هناك تسريبات من قبل وزير الدفاع العراقي قال بأنه أبلغ من قبل الأمريكان عليه أن يضبط الحدود ويمنع تدخل أي ميليشيات عراقية أو فلول تابعين لإيران أو فلول من نظام الأسد ينطلقون من القواعد من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية، لأنه ستكون هناك معارك بجانب العراق، وعلى العراق أن يكون بمنأى وأن يكون بمعزل، وأن يمنع أي مقاتلين أو ميليشيات من استخدام أراضيه نصرة لتنظيم البويدي الإرهابي وميليشيات إيران وفلول النظام التي هربت وتمترست في الجزيرة مع تنظيم البويدي الإرهابي. يعني المعركة ربما لن تكون
لن يعني المعركة لن تنتظر حتى 26/12، ربما ستكون في الأيام القريبة القادمة، وأتوقع أنها ستكون في بداية شهر 12 إن شاء الله بعد استكمال التحضيرات لها بشكل جيد، وخصوصا وأن هناك تحضيرات قوية تتم في مناطق الشامية على الجهة المقابلة للجزيرة المحتلة، وعلى الجهة الثانية من نهر الفرات جهة الشامية سيكون هناك وكان هناك تحضيرات قوية، والآن تتم التحضيرات من أجل شن هذه العملية إذا لم يرعوي تنظيم البوادي الإرهابي ويخضع لمنطق الواقع، وأنه لا مستقبل له في سوريا، وأنه مكافحة الإرهاب سحبت من تحت قدمه وتحت بين يديه، وأصبحت سوريا عضو مع في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. آخر هذه التصرفات التي قام بها تنظيم قسد الإرهابي متعلقة باعتقال عدد من الشباب وجدوا صور الرئيس أحمد الشرع على جوالاتهم. بماذا تعلق على هذا الخبر؟ يعني الآن هذا الخبر ليس جديدا وهو متكرر وبشكل مستمر، وهناك الشباب رغم معرفتهم بأنه من يحمل صور الرئيس أحمد الشرع أو علم الجمهورية العربية السورية في جواله سيكون رهن الاعتقال، ولكن الشباب مصرين على أن يؤكدون انتمائهم ولو رمزيا إلى الدولة السورية، وأن سوريا واحدة موحدة لا فيدرالية ولا مركزية ولا إدارة ذاتية، يجب أن تكون في مناطق الجزيرة، ولذلك يضعون صور الرئيس أحمد الشرع في جوالاتهم ويضعون علم الجمهورية العربية السورية في جوالاتهم تأكيدا لهذا الانتماء. غدا إن شاء الله طبعا، وهذا خبر ربما سيكون حصريا إن شاء الله طبعا، نعم، إذا اكتملت التحضيرات غدا سيكون هناك بيان عشائري مهم، وهناك اجتماع عشائري مهم أيضا في الجزيرة السورية لتأكيد الانتماء للجمهورية العربية السورية، ولتأكيد الانتماء للدولة السورية ورفض قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم البويدية الذي يحتل هذه المناطق. غدا إن شاء الله ننتظر غدا التفاصيل وسنوافيكم بها عند وصولها إلينا. هذا ما تنام إلى مسامعنا من قبل مؤثرين في الجزيرة العربية السورية. غدا سيكون هناك اجتماع عشائري وقبلي كبير جدا، سيكون يقولون القبائل العربية والعشائر العربية كلمتهم في وجه هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم البويدية التابع لحزب العمال الكردستاني، وسيؤكدون أنه لا علاقة لهم بما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وأنها عبارة عن وهم يعيشه المرتزقة وفلول النظام فقط الذين يتبعون لتنظيم قنديل وتنظيم البككي. برأيك سيد فواز، ما هو الدور الذي ستلعبه هذه القبائل والعشائر السورية في المرحلة القادمة من أجل عودة الاستقرار للدولة والقضاء على هؤلاء الخارجين عن القانون؟ العشائر العربية طبعا بمجملها، ورأينا قبل يومين هناك أيضا كان من أحد شيوخ عشائر الطي بيانا أكد فيه انتمائهم للجمهورية العربية السورية وانتمائهم للدولة السورية ورفضهم للفيدرالية والإدارة الذاتية ورفضهم لمناهج التعليم في قسد. البيان، صورة البيان موجودة لدي وموقعة ومذيلة بأحد شيوخ عشيرة قبيلة طي، وليست عشيرة قبيلة طي لأنه قبيلة طي تؤلف من عشائر عديدة، وأكد من خلال هذا البيان بأنهم متمسكون بالدولة السورية ومتمسكون بالانتماء إلى الحكومة السورية في دمشق، وأنهم يرفضون أي تقسيم أو فيدرالية أو إدارة ذاتية، ويرفضون أيضا مناهج التعليم التي تفرضها تنظيم البويدية الإرهابي، ويطالبون بفتح المدارس وتدريس المنهاج التربوي السوري. هذا يؤكد بأن القبائل العربية نزعت عنها عباءة الخوف ونزعت عنها هذه، والكثير من أبناء الجزيرة الذين كانوا يخشون مواجهة هذا التنظيم أصبحوا الآن أكثر قوة في مواجهة هذا التنظيم، وأصبحوا يعبرون عن إرادتهم بشكل حر ومنطقي وواقعي. والأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت من حيث المواجهات مع هذا التنظيم، سواء عبر المظاهرات أو عبر عمليات فدائية وعمليات فر وفر يقودها أبناء العشائر من الداخل لمكافحة هذا التنظيم ولخلخلة صفوفه تمهيدا أو تسهيلا لدخول الجيش العربي السوري إلى هذه المناطق بأقل الخسائر وبدون أي تكلفات مادية أو بشرية كبيرة.
طيب، يقولون بأننا أمام مرحلة فارقة، وأن عدم إنهاء ملف تنظيم قسد يجعل قوى أخرى تسعى للانفصال. من ضمن هذه القوى هؤلاء الذين يتواجدون في السويداء، ونتحدث هنا عن بعض القادة الذين يدعون إلى الانفصال ويتوائمون مع الاحتلال الإسرائيلي. بماذا تعلق على هذا الموقف؟ حقيقة القضاء على تنظيم البوادي الإرهابي هو أمر مهم جدا، وهم رأس الأفعى في الجزيرة، وهم الممول والمحرض الحقيقي لفلول النظام ولميليشيات الهجري التي تحتضنها السويداء طبعا، وليس شعب السويداء بالكامل، إنما الفئة الضالة التي تتبع لحكمة الهجري، وهي من تشجعهم على هذه المواقف وهذه. لذلك القضاء على تنظيم البوادي الإرهابي وطرده وتطهير الجزيرة من فلول هذا التنظيم الإرهابي وطرد قادة حزب العمال الكردستاني من الجزيرة العربية المحتلة سيكون بمثابة رد صاعق ورد قوي جدا على هؤلاء، وستعود السويداء بدون أي معارك، وسيولي فلول الهجري هاربين إلى ربما إلى الكيان الإسرائيلي، أو ربما إلى العراق وإيران، لأنهم ليس لهم ملاذ آخر غير هذا الملاذ. وبالتأكيد هم سيولون هاربون عندما يتم تطهير الجزيرة بدون حتى أي معركة أو بدون أي عمل عسكري سيكون في السويداء. أيضا هناك الآن أصوات كثيرة بدأت ترتفع في السويداء، وبدأت تنادي. نلاحظ أنه هناك عدد كبير من مفكري السويداء وإعلاميين في السويداء بدأوا يرفعون الصوت عاليا بأنه الهجري يقودهم إلى الخراب، ويقودهم إلى عمل غير منطقي وغير مقبول. وأحدهم غرد يوم أمس أحد قادة ما يسمى الحرس الوطني للهجري، قال بأنه تواصل مع موفق طريف زعيم الدروز في الكيان الإسرائيلي، وقال له أنه لا بديل لكم عن الجمهورية العربية السورية، ولن تكون السويداء إلا جزءا من سوريا. هذا ما قاله موفق طريف. وموفق طريف عندما يقول هذا الكلام يعني أنه سمعه من قادة الاحتلال الإسرائيلي، وهو عميل موثوق لدى الكيان الإسرائيلي، ويقولون له وينصحونه بما يرونه مناسبا حرصا على سلامة عملائهم من حكمة الهجري وأمثاله. لذلك أوصلوا هذه الرسالة عبر موفق طريف بأنه لا مكان للسويداء إلا ضمن الجمهورية العربية السورية. والدليل على ذلك تراجع الآن أي مطالبات من قبل الكيان الإسرائيلي حول ممر آمن من جولان إلى السويداء، وأكدوا أكثر مرة بأنه الممر الآمن للسويداء يمر عبر دمشق فقط. برأيك هل الأيام القادمة ستحمل مزيدا من البشريات لهذا الشعب السوري الذي يتطلع للبناء ولإعادة الاستقرار ولطي صفحة الماضي الأليم؟ حقيقة الغالبية العربية السنية والغالبية السنية وليست العربية فقط، سواء كل الذين أنصفتهم الثورة وأزاحت عنهم الظلم، ليس لديهم أي مشاكل أو ليس لديهم أي نوايا سيئة اتجاه الأقليات واتجاه باقي مكونات الشعب السوري. بالعكس، هم يريدون أن يحتضنون كافة هذه المكونات والأقليات، وأن تكون تحت رعايتهم وبأمن وأمان تعيش معظم أبناء كل السوريين، يعيشون مواطنين سوريين بأمن وأمان. هذا ما نسعى إليه حقيقة، ولكن لا زالوا يعيشون في غيهم، لا زالوا يعيشون ترهات أحلامهم الواهية بعودة ماهر الأسد وعودة بشار الأسد، وهذه أحلام حقيقة لن تفيد بشيء، ولكنها فقط ستؤجل عمليات الاستقرار والأمن والأمان في سوريا. أيضا ستؤجل عمليات إعادة الإعمار، ولو أن الدولة انطلقت في هذه العملية بدون النظر إلى ما يقولون وإلى ما يتفوهون به هؤلاء الحثالة من أتباع النظام ومن فلول النظام. لكن الحقيقة الرسالة كانت واضحة من أبناء الشعب السوري البطل، الشعب السوري أهل الكرامة وأهل الحرية، بأنهم رسالتهم واضحة بأنه لا يريدون إلا الخير لسوريا ولكل أبناء الشعب السوري. والدليل أنه في اليوم الثاني لعملية تحرير دمشق قال الرئيس أحمد الشرع
اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال بأن الثورة انتهت ونحن في طور بناء الدولة، ولكنهم لا يفهمون، ويبدو أنهم مستمرين على أن الثورة يجب أن تستمر حتى تطهير البلاد من كل عابث ومن كل حاقد ومن كل عميل وخائن ومرتزق يعمل على تنفيذ أجندات أجنبية تضر بسوريا والدولة السورية. ولكن الشعب السوري عازم على أن تكون سوريا واحدة حرة موحدة من دجلة إلى البحر، ويجب أن تكون سوريا دولة مركزية تقاد من دمشق، وخصوصا في سنوات إعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة السورية الجديدة يجب أن تقود من دمشق، ويجب أن لا يكون هناك أي منغصات تعيق عمل الدولة السورية سواء بأي طروحات، سواء كانت فيدرالية أو إدارة ذاتية. هذا الأمر غير مقبول لأبناء الشعب السوري، وأكثر الناس تمسكا بسوريا واحدة موحدة، سوريا دولة مركزية، هم أبناء الجزيرة السورية في المحافظات الثلاث: الرقة والحسكة والدير الزين. طيب، نتحدث عن هذا الخبر الذي يشير إلى تعيين العميد زاهر ساكت كمستشار للعمليات في الجيش السوري. كيف ترى هذا الخبر؟ الحقيقة تداولت كل الصفحات والمواقع الإعلامية ومجموعات الواتساب التي ينتمي إليها الثوار هذا الخبر، وفرحوا واستبشروا خيرا بأن الدولة السورية ستحتضن كل الضباط الذين شقوا على النظام البائد، لأنهم يمتلكون خبرات عسكرية كبيرة، وهم ضباط شرفاء هربوا وانشقوا على النظام ورفضوا المشاركة والوغول في الدم السوري، ورفضوا أن يكونوا جزءا من عملية الإبادة التي انتهجها النظام البائد. نحن فرحون جدا بعودة العميد زاهر الساكت، وهو بشرى خير لسوريا وللجيش العربي السوري. أيضا وزير الدفاع قال أنه سيعيد كل الضباط المنشقين عن النظام المخلوع وسيعيدهم إلى الجيش العربي السوري للاستفادة من خبراتهم والاستفادة من عمليات التنظيم والإدارة التي كانوا يمتلكونها من خلال الجيش العربي السوري. عملية التنظيم في الجيش ليس لها علاقة بالممارسات لا أخلاقية التي كان يمارسها من كان يتبع للجيش الذي أعده حافظ الأسد وبشار الأسد ليكون حاميا لكرسي ولحكم طائفة وحكم عائلة معينة. والآن الجيش العربي السوري أصبح جيشا وطنيا ممتاز، وهؤلاء الضباط الذين انشقوا وعلى رأسهم العميد زاهر الساكت نحن ننتظر أن يتم أيضا دعوة كافة الضباط الكبار والرتب الصغيرة التي شقت عن الجيش العربي السوري، وهذا خبر مفرح. وشاهدنا الكثير من الضباط أعربوا عن استعدادهم بالعودة حتى من مناطق اللجوء في أوروبا إلى سوريا من أجل العمل على إعادة وتنظيم وبناء هذا الجيش على أسس قوية وأسس متينة وأسس علمية عسكرية تتماشى مع الواقع العسكري الحديث، رغم أنه الذين يقودون الجيش العربي السوري الآن يمتلكون من الخبرات القتالية والتنظيمية في المعارك خبرات كبيرة جدا، فهم قاتلوا أعتى جيوش العالم، روسيا وإيران والنظام البائد وميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات قادمة من العراق وأفغانستان ولبنان، امتلكوا خبرات كثيرة في مواجهة هذه حروب العصابات وحروب الكر والفر، وأجادوها بشكل كبير واستطاعوا دحر هذه العصابات وتحرير سوريا. لكن هذا لا يمنع من أن الاستعانة بالضباط السوريين الأكفاء والشرفاء الذين هجروا مواقعهم وهجروا رتبهم وهجروا مكاسبهم وانضموا إلى الجيش السوري الحر وانضموا إلى أبناء سوريا الأحرار وإلى الثورة السورية. نحن فرحون جدا، وهذا الأمر يسعدنا جميعا، ولاحظت كمية السعادة الكبيرة والإعجاب الكبير والتأييد الكبير لهذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع وبتعيينه العميد زاهر الساكت مستشارا عسكريا في وزارة الدفاع. جيد جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد فواز المفلح مدير المنبر الإعلامي والسياسي الحسكة على كل تلك الإيضاحات والإفادات. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا بأن نذهب لهذا الفاصل ثم سنعود بعده كي نستكمل حلقة اليوم من برنامج رأي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.